ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كده تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه جميله قوي للبطاطس، بطاطس وديجز الجميله المقرمشه اللي بتاكليها جنب اي حاجه، وممكن تاكليها كده مع صوص لوحديها كده. حاجه كده جميله مقرمشه من بره وطريه بقى وجميله من جوه. ليها تكات في عمايلها، بس بسيطه جدا وسهله. يلا بينا بقى ادخل على الطريقه واوريكم طريقه تحضيرها عامله ازاي. معايا 3 بطاطسات كبار، او حسب الكميه اللي انت عايزاها. اهم حاجه تغسليها كويس جدا وتحت الميه وتنقعيها شويه وتطلعيها زي ما انت شايفاها كده، تكون عشان انت هتعمليها بالقشره بتاعتها. اهم حاجه في عمايلها انك هتقطعيها الاول، وهتكوني مجهزه ميه طبعا حطها على النار. طبعا بقى انا السكينه دي عوجت مني البطاطس. السكينه دي من ساعه ما جبتها كان طقم مع الصراحه، يعني مش حلو. فجبت بقى سكينه تانية عشان اطلعها لكم مظبوطه. قطعت كده البطاطس زي ما انتوا شايفين، وهقطعها لسه تاني. اهم حاجه تظبطي ايدك في التقطيعه بتاعتها، وخلي بالك بقى وانتي بتقطعيها كمان. اهم حاجه بقى في مراحل تسويتها انك هتسويها في الميه، تسلقيها يعني 10 دقايق بالظبط، وهتطفي عليها الميه وتطلعيها من الميه. هي ما بتاخدش سوا كامل، بتسيبيها نص سوا عشان بتكملي تسويتها كمان في الزيت. هنا دي كده شكل البطاطس لما بتتقطع. هقطع بقى الكميه دي واوريها لكم. هنا بقى الكميه بعد ما قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، دي كميه ال3 بطاطسات. عملوا معايا كميه حلوه الصراحه. كنت مجهزه بقى ميه على النار بتغلي، هنزل فيها بقى البطاطس، هديها 10 دقايق تسويه مش اكتر. المهم تكون نص سوا، وتطفي عليها وتصفيها من الميه بتاعتها، ما تسيبهاش في الميه السخنه بتاعتها بعد ما تسويها. واهم حاجه برضو في الوصفه انك لازم برضو، اهم حاجه غسيل البطاطس ده من اهم حاجه، لانك انتي بتشتغلي بيها بالقشره بتاعتها. هحضر بقى طبق واحضر البهارات اللي هعمل بيها. هنا بقى جبت طبق هحط فيه معلقه توم بودره، وهحط فيه كمان معلقه بصل بودر، وهنزل عليهم نص معلقه بابريكا، ولو عوزت تاني هكتر في البابريكا لان هي اساس الوصفه. وهحط رشه فلفل اسود صغيره، وهحط معلقه صغيره ملح، وهقلب الوصفة دي كلها في بعضيها البهارات. وهبدأ بقى اجيب حبة مية صغيرين هنزلهم على البهارات دي وادوبهم. طبعا انا كنت مصفية طبعا البطاطس من المية بتاعتها وجاهزة معايا في طبق عشان خاطر احضر بقى التتبيلة ديت. وطبعا برضو في المرحلة دي حاطة الزيت على النار، سايباه بقى يسخن لان انا هحمر بطاطس عادية خالص. هنزل بقى البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ده الصوص بتاعها، بصوا بيبقى عامل ازاي. اهم حاجه يبقى تقيل معاكي كده وانت شغاله بيه. الزيت بقى معايا على النار سخن كويس جدا. هنزل بقى بطاطسيه اوريها لكم زي ما انتوا شايفين، وهبدا اكمل بقى انا بقى تحمير البطاطس كلها، وهوريها لكم لما تطلع معايا من النار. وكده بقى الوصفه بتاعتنا تعتبر كده خلصت. كده انا حمرت كميه منها وسايبه حبه كمان بحمرهم في الزيت زي ما انتوا شايفين. كميه بسم الله ما شاء الله، 3 بطاطسات كبار طلعوا لي كميه هايله من البطاطس. وهتعجب قوي 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 الاطفال عندك في البيت، لان هم جميع الاطفال بتحب الحاجات اللي هي البطاطس المحمره، فانت بتغيري لهم منها. جبت بقى طاسه كمان بقى على النار، كنت خلصت تحمير البطاطس، حطيت فيها زيت زيتون او زيت بس يكون نوع كويس عشان البطاطس. وحطي فيها 3 4 فصوص توم كده وخرطيهم رفيع، وابدأي بقى شوحيهم على النار. وطبعا برضو مجهزة معايا حزمة كده، نص حزمة بقدونس مخرطاها صغير خالص، وهوريكم برضو هعمل بيها الوصفة بقيتها عاملة ازاي. جميلة جدا وهتعجبكم اوي الوصفة دي لو جربتوها. وعايزة اقول لكم الطعم بتاعها كان هايل، طعمها تحفة وما تزهقيش منها ابدا. هنزل بقى كده خلاص هي اتحمرت، هنزل بقى البقدونس اللي قلتلكوا عليه انا مقطعاه ومجهزاه معايا. هشوح بقى البقدونس مع الثوم كويس، وهحط برضو معاهم برضو رشة برضو بابريكا. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو البابريكا ديت اساس الوصفة بتاعه البطاطس البوديكس. هتنزل بقى رشة حلوة كده عليها وتقلبيها بقى كويس جدا، وتطفي النار
وطبعا بقى الصينيه بقى اللي انا حاطه فيها البطاطس هنزل عليها الخلطه الحلوه ديت. عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه وهي على النار. دي بقى البطاطس بقى طبعا بعد ما خلصت معايا ونزلت عليها البهارات بتاعتها اللي انا كنت عاملاها بالثوم. عايزه اقول لكم تحفه. وده صوص مايونيز وكاتشب طعمه تحفه قوي مع البطاطس. عايزاكم تجربوا الوصفه ديت وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، عشان ان شاء الله زي ما وعدتكم في الحلقه اللي فاتت في الاكله اللي فاتت ان الوصفات اللي جايه كلها جديده.